ازاي مسلسل ضخم زي مسلسل الكبير قوي ومعمول منه 7 اجزاء لحد دلوقتي ما ياخدوش بالهم من الاخطاء البسيطه دي؟ يلا بينا اوريك الخطا ونرجع لبعض تاني. ورحت المحافظه خلصت لك الورق، انا اللي رحت يا سيدوني واتصرفت لك وجبت لك ادوات الدم زي ما انت شفت كده. المفروض هجرس الدغ في الجيم، فاي حاجه فيها حرف جيم بيقولها دال، وطبعا هو في المشهد دوت ما عملش كده. خليني اقول لك بصراحه ان الاخطاء دي مش هي اللي تبوظ المسلسل، يعني هي كده كده اخطاء بسيطه، هي والخطا اللي انا ذكرته كمان في الفيديو اللي فات. بغض النظر يعني ان المسلسل فيه رموز ماسونيه كتير، وان في الحلقه الاولى مثلا جاب لك الراقصه بدون ذكر اسمها، وافكار كده بتتسرسب من تحت لتحت، ومفاهيم كتير اتغيرت في المسلسل. مفيش مشكله، انا برضو عارف مين الشركه المنتجه، وعارف ان احمد مكي بقدر المستطاع بيحاول يوازن ما بين الامور، وصحاب الفكر السلبي بيحاربوا في مكي ومكي بيحارب فيهم، رغم ان هما الاثنين مشتركين في نفس المسلسل. وانت بقى كمشاهد المفروض بتتشتت وما بتبقاش عارف احمد مكي ده اذا كان حلو ولا وحش. بس طبعا انا من عشاق احمد مكي جدا جدا، اعماله الهادفه مغرقه الوسط الفني، زي فيلم طير انت، زي اغنيه قطر الحياه، وهكذا عن اعمال جميله كتير جدا جدا لاحمد مكي مع حفظ الالقاب طبعا. وخلينا بقى نتكلم في الحاجات الايجابيه في المسلسل، انه فعلا ناقش قضيه يعني انا عن نفسي كنت عايز اذكرها في يوم من الايام. اتكلم عن المساوئ اللي احنا بنشوفها على السوشيال ميديا الفتره الاخيره، الناس اللي بتقلل من نفسها وبتقلل من كرامتها علشان خاطر تجيب فلوس من خلال اللايف، وان الناس قاعده مع بعض وفي نفس الوقت ماسكين التليفونات. ودي الحقيقه حركه بتستفزني جدا جدا لما بكون معدي مثلا ماشي في شارع والاقي شله صحاب متجمعين على قهوه وكل واحد ماسك فيهم الموبايل. الاسم فعلا زي ما هو قال متجمعين، اللي هو احنا متجمعين بالاسم بس ولا اكتر ولا اقل، لكن عقلنا مركز في حته الحديده اللي قدامنا. وفي الاول وفي الاخر يا صديقي ده مجرد عمل فني، نفسي تتعامل مع العمل الفني على انه زي ما ليه سلبيات ليه ايجابيات. كل اللي طالبه منك خد الايجابي بتاعه فقط لا غير، وارمي السلبي بتاعه على جنب. ونصيحه لوجه الله، اوعى تاخد حد من الناس دي قدوتك حتى لو شفت قمه احترام فيه. عاوز تاخد حد قدوتك، خد الرسول عليه افضل الصلاه وتم السلام قدوتك، خد قدوتك حد عالم من علماء الدين وما شابه ذلك. كان معاكم مؤمن الديب.